لو إلك أمنية واحدة بس هلأ فوراً بتتحقق، شو بتختار؟ كان هذا السؤال مني لشخص وكان جوابه صادم بالنسبة لي. رد علي بكلمتين بسيطات جداً، قال لي راحة البال. ما طلب شهرة ولا طلب منصب ولا طلب مال، لا، قال لي راحة البال وبس. هون لازم نسأل حالنا شوي، شو معنات راحة البال؟ نحن طول اليوم بنقول دير بالك، طول بالك، ريح بالك، بس فكرنا شي يوم شو يعني البال؟ البال ما هو عضو بالجسم، لا أبدا. البال هو عالمك الداخلي، خاطرك، أفكارك، قلبك وعقلك. ولما نقول الله يصلح بالك كأنك عم تدعي من قلبك الله يهدي فكرك، قلبك، يرتب همومك ويهديها ويعطيك السكينة اللي ما بتنوصف. الأجمل من هيك إنه هي الكلمة طلعت فصحى ومذكورة بالقرآن بقول الله عز وجل في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. سبحان الله، شوف الجمال وين. إصلاح البال وعد إلهي. كيف بينصلح؟ الإيمان بالله عز وجل، عمل صالح، والمشي على الطريق الصحيح اللي هو الصراط المستقيم. ساعتها هون يمكن الدنيا ما بتتغير، تبقى نفسها، لكن كل شيء جواتك بيتغير. بصير في هدوء، بصير في طمأنينة، بصير في راحة حقيقية. وصلت. الله يريح بالي وبالكم ويصلح خواطرنا جميعا. دمتم في حفظ الله ورعايته.